يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ حسن بديع، الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي ونائب رئيس تحرير الأهرام السابق. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في الحلقة. أوراق الضغط العربية، ما معنى أوراق الضغط العربية؟ أوراق الضغط العربية معناها تستخدم لصالح الشعب الفلسطيني، لصالح إيقاف المجازر التي تتم بحقه، لصالح ومن أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي وفرض كلمة الأمة العربية على المجتمع الدولي. هذه ما تعنيه هذه الجملة. لدينا أوراق ضغط كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ولكنها حتى الآن لم تستخدم. هذه الجملة محتاجة لشرحية، سؤال في حد ذاتها. ما هي هذه الأدوات التي لدينا ولما لا تستخدم؟ كثيرة جدا ومتنوعة. لدينا سلاح النفط، لدينا سلاح الغاز. هل واحدة بقى ناخده يعني نقطة نقطة. النفط والغاز، هل ما زال بالإمكان مثل 73 أن تستخدم هذه الأدوات؟ ما زال في الإمكان أن تستخدم في أي زمان ومكان، وما زال في الإمكان أن يصدر قرار بإيقاف تصدير النفط والغاز ولو لمدة أسبوع، لأن اللغة المستخدمة في العالم والتي يفهمها الجميع عن ظهر قلب هي لغة المصالح والقوة. استخدمي المصالح واضغطي بيها واستخدمي أوراق القوة لديك، العالم كله هيكون رهن إشارتك، هتتحقق كل أهدافك. العالم لا يحترم ولا يعترف ولا يفهم ولا يعي إلا لغة القوة والمصالح. نستخدم هذه القوة، كل شيء يتحقق بإذن الله. فقط نملك الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار والتنفيذ. خليني أصيغ سؤالي بشكل آخر قبل ما نستكمل أدوات الضغط. هل أحكمت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل العلاقات السياسية مع الدول العربية بحيث أنها الدول العربية الآن لا تستخدم هذه الأدوات؟ يعني هو المفترض لو في علاقات قوية ومتينة وكل ما يكونش على حساب السيادة العربية، ما يكونش على حساب الأمن العربي، لأن الأمن القومي العربي مهدد بالفعل، ما يكونش على حساب إعلاء شأن الكيان الصهيوني وسطوته على الوطن العربي بالكامل، ما يكونش على حساب تصفية القضية الفلسطينية، ما يكونش على حساب إبادة الشعب العربي الفلسطيني، ما يكونش على حساب كل هذه الأمور. إذا كانت هناك العلاقات قوية فلتكن من نقطة الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة وعلاقة الند بالند. هذا ما أفهمه. أما غير ذلك فهي علاقات بقى تبعية، وهذا أمر مرفوض تماما شكلا وموضوعا. وبالتالي الأمة العربية تملك كثير من أوراق الضغط. ليس من المعقول أن أهدد وأن أكون معرض للقتل وأن يقتل أهلي وإخوتي وأبنائي وأنا عاجز على اتخاذ ما لدي من وسائل للدفاع عن نفسي أولا وللدفاع عن أبنائي وأسرتي ثانيا. هذا موقف غير مقبول. إذن هي سياسة ومصالح وقوة أيضا بالتأكيد في النهاية. يعني هي تحتاج إرادة وتحتاج حرية قرار وتحتاج ثقة بالنفس وتحتاج قدرة على التنفيذ. ولو الأمة العربية أخذت هذه القرارات فيما يخص ملف النفط والغاز لوقف العالم كله معها، وأولهم أوروبا، لأن العالم يهتم بمصالحه فقط لا غير ويستمع إلى القوة. ما هي أوراق الضغط الأخرى؟ كثيرة ومتنوعة. عندما يصدر قرار بإيقاف التعامل مع السفن والطائرات الأمريكية المدنية في جميع الموانئ العربية والمطارات العربية، سوف تجبر الإدارة الأمريكية على اتخاذ موقف. عندما تكون هناك مقاطعة حقيقية للسلع والمنتجات والبضائع الغربية بشكل عام، سوف تجبر الدول الغربية كلها على اتخاذ موقف. ولكن المقاطعة على المستوى الشعبي أتت ببعض النتائج، حتى أن بعض الشركات تغلق، بعض الشركات صرحت بأنها تأثرت بالفعل. ليس هذا كافيا ولا لا، ليس كافيا. هي على المستوى الشعبي بمبادرات شعبية، لكن ليس هذا كافيا على الإطلاق، وليس هذا ما أقصده كمان. يعني مش مسألة كافيهات ومطاعم أكل وشرب وحاجات كده، لا، الموضوع أعمق من كده. اتفاقيات بعشرات المليارات، مش عايز أقول أكتر من كده، وسوق مفتوحة لكل المنتجات، وتعامل بكافة الوسائل اللي في الدنيا.
اقتصادي وتجاري من المنبع. ومكاسب خرافية. لا أريد أن أقول اسحبوا أموالكم من بنوك الغرب وأمريكا، لأنه لن ينسح. يعني لو سحبوها لن يستطيعوا استردادها. من الآخر أمريكا والغرب هيأمموا هذه الأموال العربية، ولن يستطيع العرب استردادها، وغير مسموح ليهم باستردادها، ومش هياخدوا أكتر من 10% منها. إذا هذا الموقف ليس متاحا. ما هو عشان كده احنا يعني عايزين نفهم. لو سمحتي لي، حتة المال، الأموال الموجودة في البنوك فقط لا غير. لكن الغاز في إيديا، البترول في إيديا، المقاطعة في إيديا. لا، انا في ايديا حاجات كتيره جدا. فهو لا، احنا عندنا اوراق ضغط كتيره جدا. في خطوه الناس بتستهتر بيها كتير، مجرد ان انا اعلق علاقاتي، اسحب السفراء من امريكا، ده هيهز العالم كله. على فكره دي خطوه جباره، البعض بيستهتر تكون مؤثره طبعا. أيوة. تؤثر في ايه يا فندم؟ يعني مدى التاثير الذي إشارة أن العلاقات متأزمة وصلت إلى نقطة أزمة حادة، وفي طريقها إلى مزيد من الخراب ومزيد من النهايات المأساوية. حديث في العالم كله بيتحرك في الحالة دي. كل هذا الحديث عن العلاقات مع أمريكا، مع أوروبا، وليس مع إسرائيل. الآن نحن إسرائيل إيقاف كافة صور التطبيع وإيقاف كافة صور التعامل. وأنا قلت يعني المفترض إني هو إسرائيل سحبت بعثتها الدبلوماسية من الأردن ومن القاهرة فعلا وكده من نفسها، لكن يعني أنا مطالب برضو إن أنا أخذ خطوة وإن أنا أسحب سفيري من هذه البلدان. أستاذ حسن، توقفنا بالحديث عند ردود الأفعال الإسرائيلية تجاه محاولات إيقاف العدوان الإسرائيلي، إدخال المساعدات من الجانب الأوروبي حقيقي وواقعي من العدوان الإسرائيلي. أمريكا وأوروبا يملكوا الضغط على إسرائيل وإجبارها لو أرادوا، لكنهم يشاركون في العدوان ويشاركون في القتال. هناك قوات بريطانية وفرنسية وقوات أمريكية، دلتا أمريكية وسقط منهم قتلى وجرح. هناك آلاف مؤلفة من المرتزقة الأوروبيين ومن جنسيات أخرى بيقتلوا في إسرائيل. هناك حملات طائرات أمريكية وبريطانية، هناك تواجد لقوات الناتو، هناك أعمار صناعية شغالة ليهم 24 ساعة. لا، هو أمريكا وبريطانيا بيشاركوا في العدوان، بيشاركوا في المعركة الجانبة اللي جنب إسرائيل، وبالتالي الكلام على انهم هيضغطوا على إسرائيل ده كلام يعني ملوش أساس من الواقع، كلام يعني غير خيالي. ان هم مشاركين في المعركة. فهو المفترض يعني أنا كأمة عربية يعني كنت قادر أن أرسل إنذارا لأمريكا ولو غير علني، إذا استمريت في هذا الموقف المعادي للأمة العربية وفي حرب الإبادة التي تشن، أنا سوف أقيم تحالفا استراتيجيا مع روسيا والصين. فهذه الأمور سوف تتغير أمور كثيرة في العالم أجمع. هل أحيانا أستشعر بعض من هذا التواصل بشكل خفي أو بسيط؟ طبعا العلاقات الدولية بين الدول فيها كافة الأشكال، شكل علني وشكل خفي وشكل متوسط وعلاقات متعددة، وده أمر طبيعي بيدخل في سياسة أي دولة. لكن أنا ما يهمني بالدرجة الأولى أن يكون هناك موقفا عربيا جماعيا موحدا على غرار ما كنا عليه في حرب أكتوبر 73، فنهز العالم. كنا القوة السادسة في العالم في حرب أكتوبر 73، كنا القوة السادسة على العالم، واعترف العالم بنا جميعا وأصبحوا قدام أمر واقع وفرضنا إرادتنا بالقتال. هو حضرتك وانت تتحدث عن هذه الجمل عن فرض الإرادة وأتذكر الموقف الحوثي، كيف تراه ونحن نتحدث عن أوراق الضغط العربية؟ هل أقدر أعتبرها أوراق ضغط وهي تضرب السفن الإسرائيلية وقد تحالف ضدها الغرب على الرغم من كثير من السلبيات في هذا الموقف التي تضر دول أخرى؟ اليمن أخذت موقفا إيجابيا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وفي التصدي للعدوان الإسرائيلي، وأصابت إسرائيل بخسائر اقتصادية فادحة، ويكفي أن ميناء إيلات الإسرائيلي خرج من خدمة، وخسائره حجم وارداته التجارية على مدار العام كانت تقدر ب 74 مليار دولار. كل ده توقف تماما، وبالتالي كثير من المصانع في إسرائيل توقفت وأوجه الحياة الاقتصادية توقفت،
ويكفي أن السفن الإسرائيلية والسفن المحملة بمواد دعم الذاهبة لإسرائيل لتدعمها تضطر أن تلف عبر رأس رجاء الصالح بعيدا عن البحر الأحمر حتى تتجنب الصواريخ اليمنية. وطبعا ده على حساب زيادة التكلفة والتأمين والمسافة والوقت والجهد وكل شيء. وبالتالي يعني ما فعلته اليمن هو الحد الأدنى، ولو كان هناك تضامنا عربيا واسعا معه لأمور كثيرة تغيرت. وهذا لم يمنع أمريكا أن تصدر قرار من مجلس الأمن بالعدوان على اليمن هي وبريطانيا بحجة حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، رغم أن الملاحة البحرية في البحر الأحمر مؤمنة وسليمة ولا يوجد فيها أدنى خطر على أي سفينة تمر طالما أنها مش إسرائيلية أو مش محملة بمواد تساعد إسرائيل على استمرار العدوان. وإنما سفينة عادية ماشية نقلة منتجات أو سلع من بلد إلى بلد مؤمنة ولا تصاب ولا تتعرض للهجوم ولا أي شيء من هذا القبيل. فإذا أرادوا أن يتكلموا على اليمن فليوقفوا العدوان الوحشي والحرب البربرية الوحشية والتصفية الجسدية والإبادة الجماعية التي تشن في غزة الآن وأحيانا يمارسونها في الضفة الغربية. أستاذ حسن، توقفنا مرة أخرى عند فلسطين من غزة إلى الضفة الغربية وما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات بأشكال مختلفة، كيف ترى ذلك؟ الضفة الغربية تتعرض يوميا لهجوم، تتعرض يوميا لاقتحامات وتفجيرات وأسرى، تتعرض يوميا لشهداء يتساقطوا من خيرة شبابها، تتعرض يوميا للعشرات من الشباب اللي بيتاخدوا كأسرى، وتتعرض يوميا لمنازل تفجر واعتداءات لا تتوقف إسرائيلية. الضفة الغربية مقدمة قرابة 3000 أسير في الحرب دي ومقدمة مئات من الشهداء، وهناك استمرار في العدوان الإسرائيلي اليومي على الضفة الغربية اللي بتقاتل أيضا وفيها مقاومين بيتصدوا للهجوم الإسرائيلي في حدود الإمكانات المتاحة وفي حدود السلاح البسيط اللي في إيديهم. لكن الضفة الغربية تتعرض أيضا لإجرام منقطع النظير والعالم ساكت لأن العالم لا يعترف إلا بالمصالح. في يعني هذه الحلقة وأكثر من مرة حضرتك ذكرت بعض النقاط التي نرى من خلالها أنها تمثل خسائر للجانب الإسرائيلي. ما هي هذه الخسائر وفي الداخل الإسرائيلي والشأن الإسرائيلي وكيف تمثل ورقة ضاغطة أيضا؟ يعني بص، هي إسرائيل فيها حجم انقسامات داخلية معقول وكويس وبيتصاعد. إسرائيل أصبح فيها الآن تساؤل يسيطر على الرأي العام أن المستقبل مجهول وأن هذا الكيان قد لا يكون له أمل في الاستمرار في المستقبل وأن النهاية محتومة وأنها لا يمكن لكيان أن يعيش في وسط هذا المحيط من العداء. في خسائر اقتصادية رهيبة وأنا في تقديري أنها تقدر بمئات المليارات. في خسائر معنوية أصابت إسرائيل في الصميم. لأول مرة إسرائيل بتلقى هزيمة حقيقية على يد المقاومة الفلسطينية، في فشل إسرائيلي ذريع وغير مسبوق في تحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة، في تجميد للتطبيع مع بعض البلدان العربية، في تجميد لمشروع طريق الحرير الهندي وكان المفترض أن تكون من خلال حيفا ولكن ده تم إيقافه بفضل هذه المعركة تماما. يعني خسائر إسرائيل كثير انكشفت تماما وانكشف وجهها قبيح أمام العالم. لأول مرة إسرائيل تواجه انتفاضة شعبية حقيقية عالمية في جميع دول العالم. لا، الخسائر الإسرائيلية متعددة وكثيرة، وأعتقد أنه على المدى المتوسط مش البعيد الانتصارات العربية سوف تتوالى. نتوقف عند هذه الكلمة وهو الأمل الذي نحيا به في ظل المقاومة، في ظل محاولات مستمرة باستخدام أوراق ضغط مختلفة على قدر المستطاع في هذه الحرب الشرسة، وإن شاء الله الحق ينتصر والحرب في الآخر الهزيمة فيها للكيان المحتل بالتأكيد. في ختام اللقاء بشكر الأستاذ حسن بديع الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي ونائب رئيس تحرير الأهرام السابق. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.